فوكس بتاعهم ازاي بيع العميل العقار، مش ازاي يساعد العميل. وده فرق كبير جدا. العميل عايز يعرف 3 حاجات. اوكي. 1 are you good at what you do؟ هل انت تجيد ما تفعل؟ ماشي. تمام، لانه ما فيش عميل عايز يشتغل مع حد مش فاهم حاجه، صح، او بيسوحه، او بالذات في ريل استيت، لانه في ريل استيت العميل بيشتري اغلى برودكت هيشتريه في حياته. صح. الحاجه الثانيه can you help me؟ تقدر تساعدني ولا لا؟ انت ممكن مثلا تكون كويس جدا في اللي انت بتعمله، بس انت مشغول، انت مش فاضي، مركز في منطقه تانية غير اللي انا انترستد فيه. الحاجه الثالثه do you care about me؟ هل انت خايف على مصلحتي ولا لا؟ ودي يمكن من اكتر من الحاجات اللي حتى لما بتكلم مع اي بروبرتي كونسلتنت او في التريننجز بتاعتنا باجي احط عليها هايلايت. خد بالك احنا عندنا يمكن مشكله في الحته دي في السوق في مصر، انه اغلبيه البروبرتي كونسلتنتس فوكس بتاعهم ازاي بيع العميل العقار، مش ازاي يساعد العميل. وده فرق كبير جدا. فده في الاساس لازم اكون انا بشتغل على مصلحه الكلاينت اللي بيشتغل معايا. يعني بالبلدي كده مش اللي هو هم يكون على كوميشن وخلاص، لكن همي بجد اللي انا اعمل علاقه مع الكلاينت. الريل استيت كونسلتنتس لازم يبقوا عارفين ان العلاقه مع العميل ما بتنتهيش لما الديل بيخلص. هو بالعكس، العلاقه مع العميل بتبدا لما الديل يخلص. اوكي، يعني احنا قلنا كده من النقط ان واحد سمعته كبروكر او كونسلتنت تبقى كويسه، ودي بتيجي من العلاقه اللي بتنشأ او بتطلع ما بين عمليه البيع الاولى اللي بتحصل ما بين البروكر والكلاينت. بالظبط. ايه تاني؟ دايما يفكر ان انا اكسب الكلاينت ما اكسبش كوميشن. يعني طول ما هو بيفكر ازاي اكسب كلاينت الكوميشن هتيجي حتى لو ما بعتش. فاحنا بحب دايما نراجع على النقط علشان لو اي حد بيتفرج علينا دلوقتي يكون عارف وبيدرس، او ممكن يكون معاه ورقه وقلم وبيكتب ورانا. فاحنا قلنا نمبر 1 لازم السمعه او اسمه في السوق يكون كويس، ودي بتيجي بسبب العلاقه ما بينه وما بين الكلاينت. الامانه، وما يكونش الهدف ان انا اكسب الكوميشن، لكن الهدف يكون ان انا اكسب العميل. بس هي بتبقى صعبه، خلينا نبقى حقيقيين مع بعض. يعني الفلوس بتزغلل كده في الكوميشن بتزغلل قدام عين الواحد. ازاي اللي انا اقدر اللي انا اسستم نفسي انه لا، مش مشكله دلوقتي الفلوس، لكن المهم العميل.